بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم قناة وديع نيوز الأخبار. هل تعلم أيها الجزائري أن أول خطاب ألقي في قاعات الأمم المتحدة كان للملك المغفور له محمد الخامس طيب الله طراه، وأول ما طرحه هو استقلال الجزائر. وهل تعلم أن تبون الرئيس عندما دخل إلى قاعات الأمم المتحدة طيب الله ثراه، وأول ما طالب به هو تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع من يهمهم الأمر لتسوية النزاع القائم تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة. واليوم نشاهد الرئيس الغبي عبد المجيد في نفس القاعة وأمام كراس فارغة يرد الجميل للمغرب ويطالب بتقسيمه. ونتطلع إلى الوصول إلى تصفية نهائية لظاهرة الاستعمار مع آخر مستعمرة إفريقية، حيث لا زال الشعب بأكمله في الصحراء الغربية محروما من حقه الأساسي في تقرير المصير. هل تكفيكم يا معشر العرب هذه الشهادة الحية بالصوت والصورة حتى تفهموا ما قاله الملك الحسن الثاني؟ مغربية الصحراء هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا.